والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو فارس من نوعات مسابح الدكتور. النهاردة جايين اللهم صل على النبي، جايبين لكم فيديو. جايب لكم حاجة بسيطة بس عشان أذكركم بشكل المسبح الأول. تمام، هو كان عبارة عن حاجة شبه البركة مش مسبح، فأفكركم بيه احنا عملنا ايه وأعرفكم برضو المسبح وصل لمرحلة ايه مع التشغيل. تمام، شوفوا الفيديو معانا واحدة واحدة ايه هنشوف الدنيا مع بعض. عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فارس من نوعات مسابح الدكتور لكل جديد. النهارده جايين نصلح مسبح ورا اخ، والله ما اعرف سباك ولا بتاع مسابح اللي عمله، بس هوريكم المسبح وانتوا تعرفوا. بسم الله. بصوا شايفين الفتحتين اللي من تحت دول الاسكيمارات. بصوا نازلين كام سنتي؟ نازلين حوالي 40 سنتي عن وش الميه، نازلين حوالي 40 سنتي عن وش الميه. يعني بصوا منسوب الميه، انا عملت خط هناك احمر ومكتوب عليه قديم، منسوب الميه هيبقى هنا. تمام، والفوق ده المنسوب الجديد. انا هزرع سكيمر فوق زي ما انتم شايفين، كسرت له. تمام، وهنا بص منسوب الدفاعات فين، يعني الميه حتى مش هتبان اللي هي بتتحرك اساسا. فانا زرعت 4 دفاعات جداد، هو كان عامل 3، انا زرعت 4 وزرعت 4 نوافير عندي هنا. وهطلع بخط الفاكيوم اللي هو عامله. تمام، وامشي بالمواسير بتاعتي كده. هناك الخط ده بتاع السكيمر اهو، السكيمر معانا بنجهزه اهو اهو، هيركب معانا هنا. رفعت الصفاره الارضيه بحيث لو حب يعلي منسوب الميه. بص مكان الميه فين. بصوا هنا الفكره بقى من اللي انا ارفع الميه بتاعتي لاعلى نقطه عندي. ايه هي الفكره هنا؟ الفكره كده، بصوا مثلا انا قاعد هنا كده، مثلا قاعد هنا مثلا كده. بصوا كده ايه اللي باين معاكم؟ القديم مش باين خالص، صح ولا لا؟ فكده الخط القديم بصوا اهو اهو ظهر كده، كده ظهر معاكم صح؟ انا لو قاعد هنا كده اكن المسبح فاضي معايا، لكن بصوا خط الميه الجديد فين. دي حاجه. تمام، الحاجه الثانيه مثلا ثواني كده نخش الملحق ده اهو، نخش الملحق ده كده. بصوا هنفترض مثلا هنا قبل ما نسيب الشباك كده اللي انا قاعد على كرسي كده كده اهو. تمام، ايه اللي باين معايا هنا؟ باينه ميه المسبح صح؟ مثلا اللي هو الخط الاحمر اللي انا عامله ده المكتوب عليه جديد. تمام، لكن عشان اشوف الميه المسبح فيه ميه ولا لا، اجي هنا على الدريشه دي على الشباك وابص كده عشان تظهر معايا الميه. تمام، فانا بتكلم اعمل حلقه كامله والله العظيم عن المنسوب، اظبط المنسوب. لكن انا هنا لما جيت سالت طب ليه عمل كده، قال لي طب انا اصل انا عاوز منسوب الميه قليل. طيب منسوب الميه عاوزه قليل، ارفع الارضيه، لكن اظبط الوش بتاع المسبح. اظبط وش المسبح، ارفع ارضيتك براحتك، يا رب تخلي الميه 20 سم، دي حاجه ترجع لك، لكن اهم حاجه الوش من فوق. حتى المواسير اللي كانوا شغالين بيها الاول ضعيفه اهي. ده طبعا كان بركه. لما شفت الفيديو اهو كان بركه، كانت الميه ناقصه حوالي 40 سم زي ما انتم شايفين. مكان الاسكيمارين في الجزء الاولاني، مكان الدفاعات كانت تحت خالص، يعني ما كانتش هتبان الميه في الدفاعات زي الشكل اللي هوريه لكم برده دلوقتي، اللي هو ايه المرحله اللي وصلنا لها بعد ما قصينا في الصبه. ركبنا الاسكيمر بتاعنا، زرعنا سكيمر، لما زرعنا الدفاعات، عملنا له نوافير. تمام، هتشوفوا برضو المرحله اللي احنا وصلناها دلوقتي. اسيبكم برضو مع الفيديو.
طبعا شفت المرحلة بتاعتنا دلوقتي، برضو نخش على المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التسليم. بعرف الزبون أو العميل أو صاحب الحالات طريقة التشغيل بتاعة المسبح أو طريقة الكنس بتاعة المسبح برضو من قلب الموقع. نشوف الفيديو مع بعض. عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أبو فارس من نوعات مسابح الدكتور. المسبح ده أنا هوريه لكم الأول كان شكله ازاي ودلوقتي شكله ازاي، بس الأول نعرف هنا شغل المحابس هيبقى معانا ازاي. أنا عندي المحبس الأولاني ده مكتوب عليه الفاكيوم اللي هو المكنسة، تمام. المحبس الثاني اللي هو السكيمر اللي هو اللي في الوش هناك في السحب. الثالث ده الصفاية الأرضية في الأرض. ده لما بعوز أكنس أنا المسبح، لما بعوز أكنس المسبح بخليه الصمام زي ما هو على كلمة فلتر. تعالى هنا الصمام زي ما هو على كلمة فلتر، ما بغيرش حاجة. عشان أكنس باجي لو لقيت كمية أوساخ وزيوت كتير فوق زي كده بسكر الصفاية، بسكر الصفاية وافتح الفاكيوم واسكر نص السكيمر. ليه؟ بخلي أغلبية السحب دلوقتي على السكيمر معايا عشان يسحب الأوساخ والزيوت اللي فوق. أثناء أنا وبكنس باجي هنا راح شابك زي المكنسة الميت، بدخل الميت هنا اهو وابتدي اكنس المسبح. بعد ما بخلص كنس المسبح برجع هنا بقى الشغلانه اللي هنا. خلصت الكنس برجع ارجع المحابس زي ما هي كده واقفل الفاكيوم، اجي على الصمام اسكر من هنا. ده بعد ما خلصت الكنس اروح ضاغط هنا على الجير على الصمام وجايبه على كلمه بكواش، بلف مع الساعه عكس كلمه فلتر، عكس الوضع الطبيعي، تمام. وبشغل لمده دقيقتين بيطلع معايا الاوساخ والاتربه اللي اتسحبت معايا من هنا. بعد كده طبعا بشغل الدقيقتين، بعد كده اروح طافي تاني ومحرك جايبه على كلمه رنس. بكواش يعتبر غسيل الرنس دي شطف للصمام عشان ما يرجعليش الوسخ تاني عن طريق الدفاعات. بشغلها من 30 ثانيه لدقيقه. بعد كده بخلص اروح جايبه على كلمه فلتر تاني، تمام. واشغل بقى. خلصت احط بقى الكلور او الماده اللي محتاجها المسبح، تمام. ده المسبح اللهم صل على النبي، اللي كان الاسكيمارات بتاعته نازله تحته خالص وكانت الدفاعات نازله تحته خالص، تمام. اوريكم الفيديو كان شكله ازاي ودلوقتي ازاي. دلوقتي الميه انا عندي ناقصه من وش الميه من وش المسبح حوالي 12 سم بالظبط، غير لما يكون ناقص 40 او 50 سم، تمام. هوريكم المسبح ان شاء الله. السلام عليكم. وكده الحمد لله رب العالمين. دي النتيجة بتاعت الشغل بتاعنا. بنخش الموقع مثلا بنعدل فيه على قد ما نقدر، بنظبط فيه زي ما انتوا شفتوا. طبعا انا اجيب لكم المسبح اثناء ما رحنا كسرنا فيه واشتغلنا جزء منه، جايبه لكم بعد ما تعبى ميه وشغلته، وجايبه لكم احنا ويعتبر بنسلم العميل. وان شاء الله يكون الشغل عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.